السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا ملاح يا ربي، وان شاء الله تكونوا تفوتوا في ان بال جورني. مرحبا بكم معايا دون زين نوفيل فيديو. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تابوني وتفعلوا لا كلوش تاع الجرس باش كل ما نحط جديد يطلع لكم اوتوماتيكمون نتوما الاولين. اذا لا فيديو تاع اليوم راح ندير لكم وصفه تاع اللاير كيك وتانيك تاع الكؤوس الكوريه اللي كدايره ترند. وهنايا حبيت نوري لكم شويه مشتريات لانه لانيفرسير تاعي ونتاع اختي. اول حاجه شريت هذون الكؤوب باش ندير فيهم الكيك، كاين هذوك الكبار اذا حبيتوا تشروا منهم. وتانيك شريت هنايا الفراشات هذيك تاع هابي بيرثداي. وتانيك هذا الشموع، حبيت لو تام يكون ارجون بالدوري. وهذا السينيال. وتانيك شريت الطوان سيري هذا باش كي نكمل ليه نرميه مباشرة بلا ما نمسح ولا نعيي روحي. وتانيك هذيك القصاصة تاع هابي بيرثداي. كنت تانيك شريت هذونا الحروف، هذه واجدة، هذه تلقاوها تلصقوها مباشرة تاع هابي بيرثداي. وهنايا هادونا الحروف اختصارات لي هابي بيرثداي، ما درتهمش كامل لانه اغلبهم طرطقوا لي بلا ماشين. وهنايا جبت الحروف اس اللي هي انا سمية، وال اختي ليندا امل. وهنايا كنت شريت صوالح باش نبدا ندير الكيكه نتاع اللاير كيك. راح نوريكم الوصفه. انا صراحه اول مره نسيهم، قلت اذا نجحوا لي راح نشارك معكم الوصفه. هنا راح نبدا الكيك تاع الكؤوس. واش عندي هنايا؟ عندي نصف لتر من الحليب، عندي 7 مغارف من المايزينا، عندي 7 ملاعق تانيك من السكر الخشن، وعندي ملعقة من لافاني. نخلطهم بارد في بارد ونروح نديهم فوق النار باش هكذاك يثقلوا شوية. هنا بعد ما ثقلوا تقعدوا تحركوا حتى يثقل لكم كما هاك. وزيد ملعقة من الزبدة، إذا ما عندكمش تقدروا تزيدوا مارغرين. وهنايا راح نخلطوها كامل وراح نديرها في الفريجيدير. تفرغوها كامل وديروا لها البلاستيك اللي عندكم، ساشي او سيلوفان. ومن بعدها ندخلوها للفرن باش هكذاك ديروها مباشرة مع الخليط باش هكذاك ما تشكلكمش الطبقة اليابسة هذيك، وتدخلوها الفريجيدير. وهنايا راح نتانيك نديرو لا كريم شانتيي. هنا عندي كاس ونصف من كريم شانتيي، وعندي كأس نصف يكون ماء بارد ونصف الآخر يكون حليب. عندي كاس ونصف يعني ماء وحليب بارد. المجموع كامل كأس ونصف، ونخلطهم كامل حتى يطلعوا. من بعد دخلتهم بردوا كامل. طلعت هذيك معنا لا كريم شانتي، راح نديرها على هذيك الخليط باتيسير، ومن بعد نميكسيهم مع بعض. لا كريم شانتيي باش تطلع لكم ماذا بكم تخلوهم في الفريجيدير ليله قبل مع الحليب والماء البارد، يعني تخلوهم يكونوا باردين بزاف بزاف باش تطلع لكم وتنجح لكم. هنايا نديروها في لابوش ونخليها تاني تبرد حتى نروح نوجدوا لاجينواز تاعنا. هنايا عندي 3 بيضات، عندي ملعقه فاني، وعندي كأس من السكر. نخلطهم كامل حتى نتحصل على خليط أبيض. هذه لا جينواز باش نديرو بها نتاع الكؤوس. هنايا راح نزيدو تدريجيا او عادي على ضربة واحدة الحليب، تانيك نزيدو الزيت، نصف كأس من الزيت. حبيباتي البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، تانيك الحليب يعني هكذاك باش تنجح لكم لا جينواز. هنايا درت حبيتها تكون شوكو، يعني نتوما اذا حبيتوها لافاني ديروا 10 ملاعق، اللي ما عندهمش الميزان يديروا 10 ملاعق من الفارينة، وديروا ديروا 9 ملاعق من الفارينة وملعقة من الشوكو. أو إذا حبيتوها أفاني كامل ديروها 10 ملاعق من لافارين وحدها.
من بعدها هنايا نزيدو 15 غرام من الخميرة الكيميائية، ما يعادل من كيس ونصف من الخميرة الكيميائية. من داك نكون دايسة ونحكي لكم، نكون شوية هكذاك نتلعثم في الكلام. من بعد هنا ما خلطناها نديروها في المول تاعنا، وكنا سخنا الفور تاعنا. هنا من بعد ما طابت لنا دات لي مدة 20 دقيقة وطفيو عليها. من بعد هنا قطعتها حسب الكأس تاعي، كاين هذوك الكبار، نتوما شوفوا واش عندكم الكؤوس، لانه كاين اللي يديروا في هذوك الكبار. انا جاتني هديه، جاتني حوالي 6 كؤوس. وكنت موجدة الشربات هنايا، كأس من السكر وكأس ونصف من الماء، وزدت لهم ليمونه وخليتهم يتغلاو، ومن بعد هنا باش نشربوا بها الكيك تاعنا. من بعد هنايا عندي شويه مكسرات، ندير الكيك تاعي جينواز، وندير شويه مكسرات ونزيد كل مره نشربها ونزيد لها المكسرات ونزيد لها هذيك لاكريم اللي درناها، لاكريم باتيسير هذيك اللي درناها. هنا المكسرات كل طبقه واش درت فيها انواع من المكسرات، نتوما واش متوفر عندكم تقدروا ثاني ديروا لها الفواكه، يعني بانان او فراز، نتوما واش حبيتوا. هنايا وصلنا الطبقه الفوقانيه. هنا كنت خليت شويه لا كريم شونتيي وحدها، ماشي كريم باتيسير، درت لا كريم شونتيي من الفوقه، والتزيين بقى اختياري انا، بما انه ما نعرفش نرسم وما حبيتش تفزد لي الشكل تاعها، وحبيت في لو تام تاع الابيض والذهبي. كنت شريت هذوك السكر هذاك نتاع النجوم، جاني لو تام قد مع الكؤوس. من بعد هنا راح نروحوا لللاير كيك. اللاير كيك واش نحتاج فيه؟ هنايا عندي 5 بيضات، فصلت الصفار عن بياض، ونزيدو نديرو رشة من الملح للبياض، ونطلعهم حتى نتحصل على رغوة من رغوة كثيفة. هنا حوالي ربع ساعة وانا نخلط باش هكذا تطلع لكم مليح. واللي عندهم البيتران تاني تسهل عليكم، واللي ما عندهمش تاني هدايا راه يعوض نفس الخدمة. هنا بعد ما تحصلت على هذا الثلج كما شفتوا، صبح هذاك البياض كامل ثلج، نزيدوا السكر اللي عندي حوالي 8 ملاعق من السكر العادي. تبقاو تزيدوا فيه تدريجيا حتى تزيد تكثف لكم الكميه، ونشكلوا هذيك منقار، هذيك المنقار العصفور يقولوا له هذاك. ومن بعد نبقى نزيدوا لها الصفار بالحبه هكذاك ونطلعوا. البيض دائما يكون بدرجة حرارة الغرفة. هنا عندي حوالي كأس ونصف من اللافاغين، ونبقى ندخل هكذاك ونزيدو لافاني. وكنت درت ملعقة صغيرة من الخميرة، ما حبيتهاش تجيني طالعة بزاف. هنا المول تاعي كنت دهنته بالزبدة وزدت له ورق الزبدة، وكنت شعلت الفور تاعي عنده حوالي 40 دقيقة، وهنا شعلت عليه كي بديت نخدم شعلت عليه. وهنايا درتها في المول، وتبقاو تضربوا شويه وتدخلوا الطيب لكم. شوفوا كيفاه جاتني اسفنجيه. هذا هو المول، مول تاعي حوالي 18، القطر تاعو 18. هنايا راح نخليها ليله كامله تبات من الاحسن، لانه مانيش مزروبه بها. خليتها ليله كامله، هذا هو الطول تاعها. وهنايا بعد ما قطعتها باش هكذاك تسهل لكم في التقطيع، لانه اذا كانت سخونه راح تفزد لكم. وهنايا نفس الحشو راح نديرو، يعني لا كريم باتيسير اللي كنت درتها قبل في تاع الكؤوس، زدت عاودت نفس الكميه. هنايا نجيب المول تاعي بعد ما قطعتها، هنا الجهه الفوقانيه كامل هي اللي راح نديرها في الاسفل، ونبقى نشرب فيها بالشربات تاعي هذيك اللي قبل لكم كنت درتها وخليتها. راح تكفيكم الكامل هذونا اللي درتهم للكؤوس واللاير كيك تاعكم.
إذا حبيتوها الكيك تاعكم يجي عالي يعني ضاعفوا المكونات. وتانيك ديروا كيس ونصف من خميرة الكيميائية. أنا ما حبيتش عالية لأنه هذه وكفات لي كامل. هنا كيما شفتوا درت الحشو ودرت تانيك تحبوا ديروا الفواكه يعني بانان أو تومة واش عندكم. أنا ما حبيتش يعني نكلف على روحي وحبيتها ليه نكملها. من بعد هنايا ما كملتها درت درك راح نخليها شويه تبرد، ندخلها الفريجيدير ونجبد لا كريم شانتي تاعي. تقدروا ديروا بعجينه السكر ولكن انا ما نحبهاش، نحب بلا كريم شانتي. راح نوريها لكم دركا في النهائي. ترى كيما راكم تشوفوا في النتيجه هذه هي جات بزاف هايله. هذا لانيفرسير تاعي ونتاع اختي الكبرى، يعني عيد ميلاد الاخت الصغرى مع الاخت الكبرى مع الاخت الصغرى. نقول لاختي ربي يطول في عمرك يا ربي، يطول في عمرنا في زوج يا رب. هنايا هي في 20 جانفي وانا في 22، وبابا كان دائما يديرهولنا في الفانتايان، يعني بيني وبينها بخاسك نهار ولكن هي بينتنا أعوام، ولكن احنا نحبو نديروه في الفانتايان. بما انه جات لوكازيون او كنت معاها حبيت نديرو في الفانتايان. هذه هي. وكانت اختي جابت لنا هذاك خطه في المقله. ما على باليش الوصفه كيفاه. وهنايا كنا نحتفلوا. راح نوريكم دروك تاني الهدايا. هذه هي الكيك تاعي كيف خرجت وجات بزاف بنينه. وتاني هذاك الكؤوس بزاف هايله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخلوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو اذا عجبكم التام، اذا عجبتكم وقولوا لي كلمه وليا والاختي. هنا راني نقطع انا وهي تقطع. الكيكه تاعي ما راهيش يعني متحوفه مي يعني تعلمت فيها وجات قراف بنينه. هذه هي. انايا عجبتني بما انه ماهيش طالعه بزاف، يعني غير هادو الايطاجات وكفاتنا وبقات. هذه هي. ان شاء الله يا ربي تجربوها. راح نزيد نعاودها. انا بما انه نجحت لي راح نزيد نعاودها. هنا راح نوريكم الهدايا. ماشي هكذاك. هذيك جبتها لي اختي نونو، نقولها يعطيك الصحه وربي يحفظك. هذيك جبتها لاختي ليندا. هذا الساك يعني هكذاك لمحبة الخاطر فقط. ليسونسيال كي نتلاقاو ونتجمعوا. كان جابت لي هديه الهلو كاتي، قالت لي تشبه لك نقولها ربي يحفظك. هذه هي البورت دو كلي. وهذه جبتها لي اختي لينا، قالت لي واش حابه انت نجيب لك واش حابه، وعلى بالها ديما نقول راني حابه هديه اللي تنفخ. هاد لاباراي اللي تنفخ لي بالون دائما نشوف هذوك اللي يخدموا الديكور عندهم. ننصح كل وحده تحب دير المناسبات في دارهم او متزوجه تحب دير هذو المناسبات لولادها لها هي، يعني ننصحك تدي وحده لانه راح تنفعك في نفخ لي بالون. هذه بزاف. ثاني اللي راح نديروا مشاريع. هذه هي لاباراي فيها اللي تنفخ الكبار والصغار. هذه هي فيها البريز منا باش تخرج لك النفس كي تبداي تنفخ في لي بالون. تساعد بزاف. انا راح نسيها لكم ومن بعد تشوفوها. حبيتها بزاف. وهنايا تاني انا كنت ديت لها هذه بارفان تاع ارفيا، خممت منها من هيك. فاذا هي تحب لي بارفان بما انه انا في المجال تاع ارفيا حاليا، فاذا قلت نجيب لها هذه البارفان. هذه هي لاباراي راح نوري لكم كيفاش تخدم. فيها بزاف هكذاك لي بياس باش تنفخوا لي بالون الصغار الكبار يعني بالاحجام. بزاف هايله. قلت لكم ننصحكم اي وحده تحب المناسبات او عندها مشروع تشري من هديه. انا صراحه ما على باليش السعر تاعها وحشمت باش نسقسيها. اذا هذه هي الكادو نتاعي.
اذا هنايا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونحبكم بزاف بزاف، وما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات هابي بيرثداي، وما تنساوش جيم وتعليق او كومنتير في الاسفل لا فيديو. نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفات، وان شاء الله يا ربي تجربوهم. نقول لكم نحبكم، باي باي. سمحوا لي اذا جات لا فيديو شويه طويله لانه فيها وصفات. ليسونسيال نخليكم بسلامه وتهلاو في رواحكم. باي باي.